السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. كيف ما عودتكم البنات انني كنشارك معكم لي برودوي اللي كيلقاو استحسان عند الكليان. كذلك في هاد لا فيديو البنات بغيت نشارك معكم واحد الكريم اللي كياخذوه البنات بزاف في هاد الفتره، كريم سنونس معالج ومرطب للبشره المتضرره. باش تفاداو النشوفيه وجلد الإوزة استعملوا هاد الكريم وما غاديش تندموا. عرفتي كتحسي بالبشره ديالك شبعانه وما ميدماش، سيرتو البنات اللي كتنشف ليهم لابو ديالهم في فصل الشتاء، وهذا الفصل معروف عليه الادغاطاسيون بزاف، لو كور ديالنا ليدينا لرجلينا، سيرتو بالليل فاش كتبغي تنعسي. وممكن يستعملوه العائله كامله الكبار والصغار، هو كريم ما عنده حتى شي اضرار جانبيه. الكريم ما كيحتاجش الهضره بزاف، هو كريم مرطب فقط، ما غاديش نهضروا عليه بزاف، والمكونات ديالو وهذه المنتوج عادي، ماشي شي حاجه كتستعمليه ليديك ورجليك بالنسبه للترطيب. وكيهز 150 مل، يعني راه كيدوز لك واحد الفتره اللي هي طويله. والثمن ديالو البنات كيبقى ب20 درهم، و18 درهم حتى ل20 درهم، هذا هو الثمن حنايا باش كنحسبوه في المحل عندنا. وكيختلف الثمن من مدينه لمدينه، كل مدينه وشحال باش كتحسبوا، غير هو ما خصوش يفوت الثمن ديالو 20 درهم. الا لقيتيه اكثر من 20 درهم راه غير كيتفلاو عليك في الثمن. الثمن ديالو راه 18 درهم حتى ل 20 درهم، يعني ثمن مناسب، اي واحد ممكن انه يشريه. وبالنسبه للترطيب راه كيرطب، عرفتي كيرطب بواحد الطريقه اللي هي فنه وزوينه، كتحسي بالبشره ديالك رطبه عكس الكريمات الاخرين. راه دابا راه حنا في 2024 وكاين البنات اللي باقيين ما عارفينش باللي احسن كريم مرطب لليدين ورجلين هو هذا الكريم سنوناس. هو كيبقى احسن كريم اللي ممكن تاخديه وما غاديش تندمي عليه، بالمقارنه مع الكريمات الاخرين تيبقاو ميديمين هكا في اليدين. ولا انا كنت من قبل كنستعمل نيفيا، هو الكريم اللي كان مفضل عندي، اللي كنت كنحس به انه كيرطب ليا مزيان. وفاش جربت هاد الكريم، فاش شفت الناس كيتقداوه بزاف وكيشكروه، فاش جربته راه لقيته واعر وزوين. لذلك جيت باش نشاركه معكم باش حتى نتوما تعرفوا عليه، حيت راه كاين البنات اللي باقيين ما كيعرفوش كيستعملوا كريمات اخرين. بهذا الفيديو كتتاح لهم الفرصه بانهم يتعرفوا على كريم جديد وزوين. انا فقط كنقدم لكم المنتوج اللي كيطلبوه ليا البنات بزاف، وكيلقى استحسان من عند الكليان بطريقه اللي هي زوينه وكيكون مشكور، وما كيكونوش عنده شي اضرار جانبيه. كاين البنات اللي غيقولوا لي وراه حنا كنا كنعرفوه مده هادي، راه انت كنتي كتعرفيه، ولكن كاينين البنات اللي باقيين ما كيعرفوش. راه من العام الفايت والبنات كياخذوه، غير هاد العام ولا معروف بزاف. ولاو البنات بزاف كياخدوه اكثر من العام الفايت. والكريمه البنات ديال شركه اسبانيا، كيف ما كتشوفوا الشعار ديال اسبانيا، لان سنوناس هي راه شركه اسبانيه. وإلا تحلت الغلاقه اولا من الوقيته فاش بديتي كتستعمليه راه كيدوز معاك عام، مده عام وانت كتستعمليه. الا فات عندك عام صافي راه كتدوز المده ديال الصلاحيه ديالو. ولا تيكستور ديالو البنات دايره بحال الفازلين، هو راه ماشي بحال الحليب، هو بحال الفازلين. وكتشربوا لابو دغيا دغيا كتشربوا لابو. نتوما كيف ما كتشوفوا راه دهن لي عصر لي راجلي شويه في يدي، هذا هو القوام ديالو كيجي بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوا على التبييض، راه من بعد اسبوع ديال الاستعمال راه كتبان النتيجه ديال التبييض البنات، راه تيبيض لابو، وريحه الورده البنات اللي فيه ريحه اللي هي واعره وزوينه. والكريمه البنات راه ما كتلقاوهش لا في افون لا في اوريفلام، حتى في لا فارماسي راه ما كتلقاوهش. الكريمه البنات راه كتلقاوه عند مالين المكياج، اي مول المكياج مشيتي عنده كتسوليه على كريم سنوناس للترطيب راه كتلقايه عنده. وكيف قلت لكم ما تاخدوهش بكثر من 20 درهم، الا لقيتو شي حد كيحسبوا بكثر من 20 درهم ما تاخدوهش من عنده. البنات راه ما كندير لكمش الفيديو ديال شي حاجه عاديه، راه كندير لكم شي حاجه اللي فريمون سبيسيال، شي حاجه اللي غتعجبكم، شي حاجه اللي غادي ترضيكم وغادي تقنعكم البنات. فريمون هاد سنوناس راه واعر في الترطيب، راه كيصلح لجميع البشرات الجافه والدهنيه والحساسه، يعني استعمليه بلا ما تخافي. حتى الوليدات الصغار ديريه ليهم، ما عنده حتى شي اضرار جانبيه.
الكريم راه زوين، البنات راه كيشكروه وداير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. والطريقة ديال الاستعمال ديالو البنات استعمليه من الأحسن بالليل قبل ما تنعسي، لأنك بالنهار راكي تطلعي للشمس تجلسي في الشمس، مع دابا وقيت البرد كطلعي تجلسي في الشمس ولا كتخرجي تقداي. راه أي كريم كيف ما بغا يكون راه إلا خرجتي به للأشعة ديال الشمس راكي كتضري البشرة ديالك، كتكحل لك البشرة ديالك وكتقولي بأن راه هاد البرودوي راه ما مزيانش، راه كحل ليا البشرة ديالي. راه الأشعة ديال الشمس هي اللي كتكحل البشرة، فاش تدهني ليها شي برودوي وكتخرجي في الشمس راه كتضري البشرة ديالك بمعنى الكلمة. اولا كتكوني كطيبي الخبز وانت دهنه هاد الكريم، راه حتى هاد الحاجة راها كتأثر على البشرة، كتكحل لك البشرة ديالك. لذلك من الأحسن أنك ترطبي به بالليل قبل ما تنعسي، وفي الصباح غسلي يدك بالصابون باش ما كيبقاش حتى إلا خرجتي للشمس أولا طيبتي الخبز في الفران أولا تعرضتي هكا للسخونية ما كتأثرش لابو ديالك. وحتى إلا دهنتيه هكا بالنهار حاولي أنك تتفاداي هاد الحويجات اللي قلت لك باش أنك كتفاداي الضرر للبشرة ديالك. وكنتمنى أنني ما نكون نسيت حتى شي حاجة ما قلتها لكمش في هاد لا فيديو، وكنتمنى لا فيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. والى فيديو مقبل ان شاء الله. كنتمنى انكم تكثروا لي لايكات البنات وكومنتيرات يكونوا زوينين وبارطاجيو لا فيديو البنات. يلا باي باي عليكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله، بسلامة عليكم، باي باي عليكم.